راح غزه ايه في قلبه. هوريكي تيشيرة ابني طعنة 2 3 4 اخته اللي مسكته كده. فابني برضو عافر وراح سحب الشنطة ونازل. فدي دخل في المقابر. في شاهد واقف وشايف الحادث. فهو ابني بعافر عشان الشنطة دي فلوس ناس وعهدة انه ماضى عليها، مش معانا ما يسدد العهدة دي. في رقبته 3 عيال، الكبير فيهم عنده 6 8 سنين. يبقى راح ايه عشان هو دي بيشد ودي بيشد وابني مخبوط الطعنات دي كلها، راح خبطه في مقتله ذبحه من ورا. ابني بقى سلم في الوقت ده. قبل كده كان ناس طلعوا عليه برضو من نواحي الزقازيق، فمن ضمن خد خبط على دراعه. فبقول له ساعتها بسيب العربيه وسيب لي فلوس. قال لي دي امانه بتاعت ناس واني لازم احافظ عليها لو هموت. افرجك يا حبيبي على هدوم ابني. صور يا حبيبي تيشيرت ده لسه اول لابسه. بص الدم تيشيرت لونه اهو يا حبيبتي، لونه الاصلاني اهو اول لابسه ايه اهو. بص كم الدم يا حبيبي. دي دم ابني اهو، دم ابني اهو. افرجك على الطعنات فين. اخته اللي مسكته ليله امبارح بقت نانه. ادي واحد تيشيرت ابني اللي لونه اهو، عشان مش يقولوا لونه غامق لون التيشيرت اهو. دي كله دم ابني. نزلت قرية الجريدلي التابعة لمركز هي محافظة الشرقية عشان أرصد لكم أحداث غامضة. جريمة قتل أحمد عنده 33 سنة، لسه شاب زي الورد في عز شبابه، شغال على عربية مندوب مبيعات. طلع بعد الفطار يوصل يكمل شغله ويوصل حاجات لناس. فأصحاب المحل اللي هو بيوصل لهم طلبوا منه إنه يوصل واحد، ركب معاه العربية قتله وسرق كل متعلقاته. خلونا نعرف الحكاية وتفاصيلها من خلال والدته. البقاء لله يا حاج. ونعم بالله يا بنتي. يا حاج ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا حبيبتي هو اجا بعد الناس ما فطرت بشوية كده، فوقف من طبيعة ابني يعني عادي لو في حاجة بتكلم مش فيه، فوقف يبص لي كده شوية انه ابوه. فبقول له خد كوباية عصير. قال لي لا، شربت على الطريق كتير، الطريق كله عصير. وطلع عمد ابنه وغير هدومه ومش احنا عارفين ابني لازم مثلا هو مندوب مبيعات جملة، له 3 مليون جنيه في الشهر، دي له يكون اخر الشهر مسدده. يبقى ممكن يحصل مثلا كل 3 ايام 4 ايام، هو المهم له لك اخر الشهر بتسدد خاناتك. برضه احنا مش بنتدخل في شغله. يبقى شايل المبلغ ده كله معاه في العربية. ما انت مثلا حداكي مثلا 200,000 باجي عليك اخدهم، انت حداكي يروح يجمع الفلوس عم بيجمع. انت مثلا طب سيبني مثلا النهارده، طب تعالى لي بكره، طب تجار جمله بيمشوا بالحوار ده وهم واخدين معايا بقى لهم كام سنه في الحوار ده. سلمهم لما يبيعوا ياخد منهم. بيبيعوا. طب انا مثلا مش جاهز بالمبلغ عشان النقله الواحده ب60,000، فيبقى مثلا مش معايا مثلا نزلنا نقلتين النهارده مش معايا 120، طب عدى عليها بعد يومين يكون تاني كذلك بتمشي. يبقى احنا مش الله يسهل له، احنا متعودين انه بيمشي الله يسهل. فطرتوا مع بعض بقى يومها؟ هو ما بيفطر في وسط، هو ما فطرش اصلا. هو اجى شرب عصير وغير هدومه، ومن طبيعته يقول لك ما اخلص شغلي اجي اكل، بشرب عصير وخلاص على كده. يبقى بصينا احنا يعني قعدنا الناس صلت العشاء وبتصلي في التراويح او صلت التراويح، بس لقينا تخبيط على البيت. يبقى ناس يبقوا فين الحج؟ قلت له الحج نايم. ليه بس في طب كلمني. قام قال لي لا عايزه. في النهايه بعد الحاح قال لي اصل احمد عامل حادثه فين؟ قال لي في الجامع. احنا في عربيه هتطلع من بلدنا وتعال. مين اللي جالك بقى؟ مين اللي جالك؟ حما ابني. عارف ازاي؟ ما اعرفش بقى، ما انا ما اعرفش الحوار ده هو عرف ازاي منين. من نت بيقولوا كان في صحفيه بتصور هناك، مش اعرف. المهم انا رايحه لان ابني عامل حادثه مش في تخيلي. فابوه في البلد هناك هو قال له ده احمد مات، حماه قال له ده احمد، مش دي اللي حصل.
وقال له احمد مات. فهو بيقول لي في بلدهم ده احمد مات. انا مش مصدقه، انا جدتي هدومي ونزلت صوت 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 مش متخيله. برضه انا رايحه على الجامعه، برضه مش متخيله ابني عامل حادثه. يبقى الجامعه قالوا لا روحوا القسم هم اللي هيدلكوا. يبقى خدوا الراجل اللي ظبط المباحث، قعد بتاع ساعه ساعه ونص. فاجا باخدوا اقواله، فاني بقول له فين احمد؟ قالوا لك احمد فين؟ قال لي احمد مات. قلت له لا، انا بقى حاله انهيار ابني طالع شباب نظيف زي الورد، مش بيشكي من اي مرض، ما بيشكيش من اي مرض. فجأة مفيش عداوة مع حد نهائي. انزل القرية واسألي القرية كلها اللي احنا عليه، كل الناس تقول لك جنازته كانت لسه الجامع مليان ناس، والجنازة وصلت المقابر والبحر كله الناس آلاف مؤلفة، كل الناس عمالة تعيط. بيقولوا في أدبه، في احترامه، في أخلاقه، في أمانته. قبل كده كان الناس طلعوا عليه برضو من نواحي الزجاجيج، فمن ضمن خد خبط على دراعه. فبقول له ساعتها بسيب العربية وسيب لي فلوس. قال لي دي أمانة بتاعت ناس وأنا لازم أحافظ عليها لو هموت. طيب طلع عليه أيا كان راكب معاه، وقف. الناس تقول لك ده وقف اتعرض قدامه بتوك توك، وفي ناس بقول لك لا ده هو كان راكب معاه في العربية، هو مش راكب معاه وقال له ايه انزل الحتة دي. يبقى مش انا ما برضو مش عارفة. فبقول لابني وقف، خده في مكان بقول لك مقطوع، وقف. فابني برضو ايه الشنطة بتبقى ايه، هو قاعد والشنطة ايه ورا منه كده. معروف ان دي وده شخص عارف انه معاه فلوس، عارف تاجر جملة، دي معروف انه تاجر جملة ومعاه فلوس، والشنطة الهاندباد تبقى مليانة ومعروفة ان دي فلوس. يبقى ابني بقف راح غزه ايه في قلبه. هوريكي تيشيرت ابني طعنة 2 3 4 اخته اللي مسكته كده. فابني برضو عافر وراح سحب الشنطة ونازل. فدي دخل في المقابر، في شاهد واقف وشايف الحادث. فهو ابني بيعافر عشان الشنطة دي فلوس ناس وعهدة انه ماضى عليها، مش معانا ما يسدد العهدة دي. في رقباته 3 عيال، الكبير فيهم عنده 6 8 سنين. يبقى راح ايه عشان هو دي بيشد ودي بيشد، وابني مخبوط الطعنات دي كلها، راح خبطه في مقتله ذبحه من ورا. ابني بقى سلم في الوقت ده. خلاص روحوني يا اولاد، الحقوني يا اولاد، ده مش حد يحوش، مفيش حد. الناس في صلاة التراويح بتصلي والجامع اللي زي كده مش سامعين، اللي في المسجد مش سامع. اللي طلعوا عليه لقيوا ابني بقى ايه، طلبوا الاسعاف من الجامعة. اما اجت الاسعاف شالت ابني عن النجالة، راحت روح ابني طالع، روح ابني طلعت اودت بحياة ابني. خدوا الفلوس. طب فين تليفونه، فين اوراقه، فين بطاقته؟ ملقوش احراز خالص. خدوا ابني على الجامعة مكتوب عليه مجهول الهوية. مجهول الهوية، مش معاك اوراق اللي الدنيا كلها تعرف ابني ده وتحلف بحياة ابني. أنا كل الناس لو شفتي مشهده، كان في مصورين امبارح هنا بيصوروا آلاف المؤلفة إلى مشهدك يا أحمد. بتيتموا 3 عيال. أفرجك يا حبيبي على هدوم ابني، صور يا حبيبي. تيشيرت ده لسه أول لابسة، بص الدم. تيشيرت لونه اهو يا حبيبتي، لونه الأصلاني اهو، أول لابسة ايه اهو. بص كم الدم يا حبيبي، دي دم ابني اهو، دم ابني اهو. افرجك على الطعنات فين. اخته اللي مسكته ليله امبارح بقت نانه. ادي واحد. تيشيرت ابني اللي لونه اهو، عشان مش يقولوا لونه غامق لون التيشيرت اهو. دي كله دم ابني. اتفرج يا حبيبي، يا قلب امك يا احمد، يا قلب امك يا احمد. شفت يا حبيبي، شفت يا ابني الطعنات عندك ايه يا ابني، الدم عامل ازاي يا ابني. بص يا حبيبي ابني اهو،
ورا عشان اشوف الدم فين. عشان شوف الدم ازاي. الدم اهو يا ابني، اهو يا حبيبي. طعنات فين؟ اخته اللي عارفاها، طعنينه طعنه من ضمن في دراعه اهي يا حبيبتي بالمطوه اهي. اهي التيشيرتات دي كلها نظيفه يجي على زي لسه عليه. ادي فالينتو يا ابني، ادي فالينتو اهي يا ابني. دم ابني اهو يا ولاد، العالم كله يتفرج. شوف منطلونه لسه واخد الطاقم دي، اخته تاجر الجمله هدوم. شوف منطلوني يا ابني، ابني كان ماشي زي الذبيحه اهو. صفوا دم ابني وبيجري وراه، بيجري وراه. دم ابني لحاله في الهدوم اهي. ذبيحه اتذبحت على الطريق. طلباتك ايه؟ طلبات القصاص يا ولاد، طلبات القصاص. ابني عنده 32 سنة اهو، لسه في ريعان شبابه. تذبحوا ليه؟ يا ريتوا سيبيلهم لفلوس. لو انا هيخيروني سيبيلهم لفلوس يا ابني، وتعالى يقدرني ربنا. ومش تودي خبطوه حتى هتعزوه. طب خبطوه في رجله، خبطوه في رجله. تذبحوه، تذبحوا ابني. سرق منه قد ايه؟ سرق منه قد ايه؟ والله ما نعرف يما، دي سر دخل بجبره. احنا مش نحكي عشان تطلي فلوس. من ضمن بيقول لاخوه يا محمود، قال له نعم. قال له انا إلي يعني التاجر في العوامره هنا 60,000. روح هاتهم، دي حاج نجله، روح هاتهم عشان تجيبهم تديهم لمك. وما تيجي من الشغل ابني مش على شغله الساعه 9 وهيجي الصبح. قال له الصبح وانت جايب التوك توك بتاعك حول هات 60,000 عشان ابقى اخدهم اورد. ان كان معاه نص مليون ما نعرف، ان كان معاه 400,000 ما اعرف حاجه، ما اعرفش ابني معاه ايه. طب لما مسكوا فين؟ انا ما اعرفش فين بطاقته، مين خد تليفونه. تاخده تخلي ابني مجهول الهويه. طب اتواصلتوا مع الشركه بقى شغال لا. فيها؟ مش اتواصلوا معاك؟ محدش يتواصل. بص يا ابني، صور يا ابني دم ابني. دي فالينا كحل دم ابني اهو. صور يا حبيبي. يما تيشيرت ابني اهو يا ولاد. قطعت قلبي يا احمد، يتمت امك وابوك يا احمد. ده هو اللي عيلنا حبيبتي، عيلنا وعيل 3 عيال. تعالى يا محمد، 3 عيال في جنته. بيشتغل. يقول لي بجري على واكل عيش ياما عشان ده انا معايا اولاد بدهم شقق وبدهم يتجهزوا. ويا ابني مش تتاخر. يقول لي بلف على اكل عيش ياما. شفت دم ابني على داي، دم ابني على داي. اقول له والنبي يا ابني، والنبي ما عدت تتاخر. بيقول لي اخر ليله وهو ماشي. والله اخر ليله، وهي كانت حياته قلبه حاسس. طب تموتوا ابني ليه؟ طب كنتوا خدوا الفلوس. طب خبطوا ابني في رجليه، كنتوا خبطوه في درعان، خبطوه سيبوهولي. كنت لو مشلول يا بنتي، ولو جاني جثه كده وبس يقول قصادي كان خلاص كفايه علينا، كفايه. انما انتوا يتمتوا 3 عيال وامه وابوه بعيلنا من ضمن. والله العظيم بعيلنا. احنا في محزنه. يقعد ابني تعملوا في كده ويرتمي في المقابر، يصفي دمه كده. دي تيشيرت ابيض زي الفل اهو بين اكمامه اللي يظهر. ادي دم ابني يا ابني. صور يا ابني. دي فالينا، دي تيشيرت اللون اهو. ده شوفي بقى لما دي كله يبقى دم ابني. ليه حرام. هي بلدنا ده بلد قانون، ربنا يصبر بلدنا قلبها. بلد قانون. طبعا. حق ايه القصاص. عايزه القصاص. لا يتمتوا 3 عيال، 3 عيال. هو مش فلوس، ده الفلوس دي عهده. والله فرط في حياته راحت وذبحوه من ورا عشان هم مش قدروا طعنوه في قلبه. ومش قدروا قاموا ايه نعمل ايه بقى؟ جري وراه برضه الخبطات الطعنات في قلبه. اخته اللي عارفه جايبه لي مكان الطعنات امبارح، خبطوا 4 5 طعنات كده بالمطوه. جري برضه ابني وراه في المقابر. قام راح ذبحه من رقبته عشان يوجب حياه عيل عنده 33 سنه في عز ريعان شبابه. زي ما حضراتكم شايفين العالم كله يشوف. الأم مش قادرة تبكي. أصعب وجع وأصعب حزن إن الدموع تنشف من العيون. مش قادرة تنشف. أدي أخوه أهو. ربنا يصبر قلبها يا رب. هنشوف رأي الأب. ربنا احتاج منهم واحد.
مش معايا 3 ولا 4، ده هم ولدين اللي والله يا بنتي ولدين اهو اللي معايا. لما يذبحوا ربنا ابني يخليك. بالمنظر ده عشان خاطر الفلوس تذبحوا ابني، عارفينه تاجر جملة وتذبحوا ابني بالمنظر دي كده ذبح. معايا دلوقتي الأب شيخ معهد أزهري، ربى أولاده على القيم والمبادئ والأخلاق. ربهم إزاي يجيبوا يعني رزقهم بعرق جبينهم، ولكن للأسف الشديد ناس مريضة حرموه من ابنه. البقاء لله. ونعم بالله. يا حاج، يعني الواقعة غريبة جدا، احكي لي اللي حاصل بس. ما زي ما حكت لك امه بالظبط. احنا هو فطر او شرب عصير او فطر ومشي. بعد الفطار مشي، هو جاي متاخر يعني بعد المغرب. ليه عداوة مع حد؟ كان عامل مشاكل مع حد؟ ابدا بالله ما كان له عداء مع حد خالص. ما اشتكلكش من حد قبل كده؟ حد مطرده؟ لا ابدا والله ما حصل خالص. طولت ما هو في الشغل دي مش حصل حاجه خالص. اكتشفتوا الواقع يعني هنا في البلد ولا كانت فين؟ ما احنا جانا تليفون من هنا ان هو في الجامعه، هو عامل حادثه. مش لقيناه مش عرفنا نوصل له في الجامعه. ما قالوا لنا روحوا للقسم بتوع. الحادثة كانت فين؟ الحادثه كانت في كفر ابو حسين في الزقازيق. يعني كان الحادث في الزقازيق؟ في الزقازيق في كفر ابو حسين. يعني هو آمن وأخد الراجل ده على حساب إن هو عارفه وكان على آمن إن هو على حساب إن هو ما هو كان في المكان اللي هو بينزل فيه بضاعة. وصلني معاهم يعني، وكان بينزل معاهم يعني كان تبع المول اللي هو فيه أو المحل اللي هو فيه. ده من أصحاب المحل ما يعرفوش الراجل؟ هو معاهم طبعا. دي من ضمن هو حقق معاهم مع أصحاب ما أعرفش يتحقق معاهم ولا لا. ما أعرفش إيه اللي حصل معاه. طلباتك إيه؟ طلباتي حق عياله 3 دول يجي. حق عياله 3 دول يجوا. لسه ما عرفتوش المبلغ المسروق؟ ما عرفناش والله. سرق كل حاجة؟ كل حاجة منه. خدوا الفلوس وحتى خدوا أوراقه والفيزا بتاعته والبطاقة والرخصة بتاعت العربية اللي هو اللي ماشي بيها. بتاعت الرخصة بتاعته هو له رخصة وهو العربية لها رخصة. العربية طبعا بتاعت الشركة؟ العربية بتاعت الشركة. الشركة ما فيش حد يكلمك؟ لا. ولا حد يتواصل معاك ولا عزوك ولا أي حاجة؟ لسه ما حدش يجي. ان شاء الله حقه جاي، وطبعا قضاء مصر عادل. هو اتمسك صح؟ نعم. الشرطة قبضت عليه؟ قبضت عليه. اعترف؟ اعترفوا بشهود والناس شهدت عليه. انا معايا دلوقتي عمته. البقاء لله. ونعم بالله. البقاء لله. احنا أنا واخدة أخته لابني واحنا في أبو حماد. يعني انت عمته وناس ايه؟ عمته أخته. اجانا تليفون ان اخوك متعور، اخوك واقف في حادثه، اخوك يا راني في حادثه، انا تحت وبسلامتهم فوق. فاجت مرت ابني الثانيه تخبط عليا، يما 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 ايه يا حبيبتي، ايه يا ساتر يا رب، يا ساتر ربي ايه يا بنتي، وانا كنت نايمه قبل السحور. يا ساتر يا رب في ايه يا حبيبتي؟ قالت اخو احمد اخو رانيا مات يما. قلت يا اخي يا ابني بعد عنك، والله يا حبيبتي انا كنت هتسير ما على روحي. شفتي من الخبر الشين احمد بكامل الادب بغل احلى اخلاق منهم لله اللي عملوا بهم كده، منهم لله. ترن في ايه يا ولاد، في ايه يا ولاد؟ ما قالوا بس عربيه نقل خبطه الاول قالوا لو عرفت ان هو طيب اخته ام حنفسي اخته قالت طب قعدنا نبحث جزء ابني اللي واخد لحق اتى به يعني، فحد قال له وكده راح معاهم الزقازيق مع سلمة حماته مع مرت خاله. رن علي قال لي يا رانيا ريحي، قلت له لا ريحي بس. طب قال لي يما مش تفتح لي سبيكر، قلت له ليه؟ قال لي يما حراميه طلعوا على احمد بن خالي يما وموتوه وخدوا فلوسه، حراميه يابا مش عربيه. قلت يا ابني بس والنبي يما ما تقول لا رانيا لا تنطرب، ده بسلمت جوزها ابني. قلت له ماشي يابا. انا قاعده اقول حسبنا الله ونعم الوكيل، قعدنا ندور على توك توك عشان نيجي على هنا، ما فيش توك توك راضي يطلع ابننا بالليل، وانا احنا في ابو حماد.
بس بعيد عنك جينا دنينا صابرين لما الفجر أذن إجا التوك توك خدنا جابنا على هنا وكل اللي نعرفه. لكن نسمع إنهم بيقولوا بنت منها لله مش عاوزة، أنا صايمة مش عاوزة أغلط فيها، هي اللي جلبت الكلب اللي معاها ده. زي ما حضراتكم شفتوا وسمعتوا، وزي ما احنا سألنا في البلد كلها عن أخلاق أحمد وعن تربيته، قالوا لنا كلهم إن هو طالع من بيت أزهري، يعني عارفين ربنا، كلهم ناس في حالهم ملهمش أي أعداء. ولكن للأسف الشديد الفلوس عمت قلوب البشر لما يذبحوا شاب في عز شبابه 33 سنة، ويحرموا 3 أطفال من أبوهم، وزوجة من زوجها، وأم من ابنها، يبقى على الدنيا السلام. كل الشكر والتقدير لرجال الداخلية طبعا على الجهود المبذولة، على الفور نزلوا ومسكوا الجناه واعترفوا. وإن شاء الله كلنا ثقة في قضاء مصر العادل، إن شاء الله حق أحمد يرجع بإذن الله. بكده انتهت حلقتنا النهاردة. دمتم في رعاية الله وأمنه. كان معكم سميحة صلاح في حديث الشارع.